إذا عندك عصا تاع البالية مكسرة ما ترميهاش، أروح نقول لك فكرة ديري بها الحلويات ولا تعجني بها الكسرة. بالنسبة للحلويات وتكون مبتدئة وما عندهاش إمكانيات وخاصة عندها الناس يعاونوها وتقدري ديري بهذه الفكرة. وما زالت كاينة فكرة أخرى شوفيها في الفيديو راهي تنفعك. هاذوما كامل درتهم شو اسمه بالعصا تاع البالية. ماشي تروحي تكسري لي العصا وتبدا تقولي لا. كي تكون عندك عصا مكسرة تقدري ديري بها. اذا وصلتوا هنا ما تنساوش الاذكار والاستغفار. انت على بالك لو كانت تنوضي وقت الفجر وتحفظي زوج ايات كل يوم، انت تكوني في اقل من شهر تكوني حفظتي سوره رعد، سوره ابراهيم، سوره حج، سوره نور، سوره فرقان. فما بالك اذا كان طول في عمري وعمرك بعدها 5 سنين يكونوا محافظه القران الكريم. أيوة شرف هذا. ففكري في هذا الموضوع. شوفوا المملحات كي خدمتها بالعصا تاع الحلال، بالعصا تاع الباليه فوالا. وان شاء الله كل فيديوهات راني مصورتهم دوك ننزلهم لكم في الايام المقبله ان شاء الله. السلام عليكم، يا ربي تكونوا بخير. هنا شوفوا هذا تاع بابي سلوفان. هذا حكايته حكايه، هذا ثاني تقدري تخدمي به. سواء كانت حلوجيه مبتدئه ولا حتى الانسانه البسيطه اللي ما عندهاش امكانيات. انا خدمت به في 2022. راح نقول لكم على حكمه رب العالمين. يعني ربنا حنين كريم حنين كريم سبحان الله. كان عندي شغف اني نفتح القناه وكنت دائما نقلل من شأني، وخدمت به الحلويات في 2022 ومحتفظه به اليوم في 2026 ونحن رانا في 13 اوت 2026. يا الله يا الله يا الله. يعني خدمت به في 2022 في العيد الصغير 17 نوع. كان عندي شغف نفتح القناة ونحب نوري الناس انه اللي ما عندهاش امكانيات تقدر تخدم به، وفعلا خدمت به وشاءت الاقدار اني نحتفظ به الى يومنا هذا. وسبحان الله، يعني ربي هنا قاعد يوجه لي رسالة انه عمرك ما تئسي من رحمة الله العالمين، عمرك ما تفشلي روحك وتقولي انا ما نقدرش ندير. اذا كانت تفشلي روحك انت فعلا تفشلي، بصح دائما عودي قولي باذن الله. فعلا هذه رسالة موجهة لي انا وان شاء الله تسمعوها وتطبقوها. شفتوا الحلال الاخضر؟ هذاك ماهوش حلال. شفتوا الحلال الثاني؟ هذاك الحلال ماهوش حلال، هذاك تاع العصا المكسرة. ردي بالك تروحي تكسري لي البالية ديالك. انا باك نعطيك فكره باش نتشجعوا بانه علاش يقولك مليح كي نشاركوا مع بعضنا الافكار والتدابير. شوفوا انا عندي كذا من الحلال، شوفوا بسم الله ما شاء الله. بصح ماما دائما تخدم هذاك الحلال الاخضر على مش هو الحلال، وانتم تقدروا تقولوا لي شو هو الحلال. يعني قاعدك كبرنا نخدموا به وحلاوته هو هذاك. دونك هنا من باب المصداقيه عجنت الكسرة باش تشوفوا. فوالا حتى الوصفات الاولى دوك ننزله لكم تاع الحلويات هذوك وتشوفوا المصداقيه. هنا قاعده نخدم بهذا الحلال الاخضر اللي هو اصلا ماهوش حلال. فوالا اذا وصلتوا هنا ما تنساوش الاستغفار واذكار. على بالكم باللي كي تحفظي زوج ايات كل يوم فما بالك، هو قال لك وقت الفجر، فما بالك في كل صلاه، في كل صلاة، صلاة الظهر، صلاة الضحى، صلاة الظهر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، والقيام الليل. علاش لا؟ علاش لا؟ يعني تكوني تقدري تحفظي اكثر. هنا شوفوا قاعده نوريكم كي نخدم بالحلال تاع العصا تاع الباليه. كما راكم تشوفوا بيان سور انا غسلتها. هذه فكره تاع ماما. على هذيك انا نسميه فيديو تاع ماما لانه هي قالت لي تقدري تخدمي به، فنزلته على صفحتي جاب لي 32 الف مشاهده، فسميته فيديو تاع ماما. ماما نحبك بزاف بزاف، يعطيك الصحه ويعطيك الصحه واش درتينا مورا بابا. وربي ان شاء الله كل اب كل ام يدخلوا الجنه. فوالا اللهم امين. هنا قاعده نوريكم بالصدق والمصداقيه. شوفوا يعني اللمعان تاع العصا هذيك، يعني خدم كي غسلته كل شيء ودخل فيه الزيت ولا وكانه حلال تاع الصح كما راكم تشوفوا هنا. واني وريتكم باللي راهي مكسره وتخدمي بها. يعني الحلوجيه مثلا ما عندهاش امكانيات وعندها الناس يعاونوها ولا كاش حاجه، بهذاك الرولو تاع بابي سلوفان من هذاك النوع الصحيحه، هذاك اللي تخدمي به. اما كيما نقول تاع الرولو تاع ورقه تاع الزبده لا ماهوش صحيح، فهمتوا؟ بصح شفتوا الحكمة رب العالمين كيفاش انا محتفظه به من 2022 الى يومنا هذا في 2026 13 اوت. يعني ربي اعطاني اشاره هكذا باللي تيأسيش من رب العالمين من رحمتي. يعني
توكلوا يعني لازم توكلوا على الله، ودايمًا نقولوا بمشيئة الرحمن. أما إذا كان نفشلوا رواحنا أكيد ما نوصلوش. فهمتوا المغزى؟ إن شاء الله الناس تستفاد من هذه الحكايات اللي أنا قاعدة نحكي فيها باش توصل الفكرة. فوالا، يعني تقدري ديري بها إذا كنتِ تخدمي الكسرة في الدار كمشروع ربّة بيت، فأنتِ تقدري ديري بأبسط حاجات إذا ما عندكش الحلال. وإن شاء الله يا ربي يرزق كل واحد وربي يفتح على كل واحد. وأنا نحب يعني نحس بالناس البسيطة. يعني أنا حلاوتها كي خدمت في 2022 لي gâteaux هذاك الوقت، وخدمت بهذاك الرولو تاع البابي سلوفان، حسيت بجد الناس يعني تحسّي بالبساطة، تحسّي باللي البساطة أحسن حاجة يعني. مش لازم تكون عندك طونوبيل وعندك هاذيك وهاذيك باش تحسّي روحك بافتخار وكذا وكذا. البساطة أهم حاجة والقناعة أهم حاجة. وإن شاء الله يا ربي تعجبكم هذه الأفكار. ما تنساوش باللي سورة البقرة كي تقريها كل يوم فيها البركة، فيها النور، حماية بإذن الله، تعطيك الراحة يعني تحسّي بالراحة، تذكير تقوية الإيمان. فيها آيات عظيمة، آية الكرسي وخواتم السورة. يعني حتى الشيطان ينفر لما يعني تقرأ سورة البقرة في البيت. واش تستناي؟ اعتمدي على المواظبة والاستمرارية والتكرار، صدقيني كل شيء هذا يجيك ساهل. إن شاء الله يا ربي يعجبكم الأفكار. نقول لكم اللهم إني أسألك من نافع ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم.